السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تربية على مهل، مساحة هادئة للتربية. وعشان تقدروا تستفيدوا أكتر اشتركوا وفعلوا الجرس. في حلقة اليوم هتعرفوا إزاي تتعاملوا مع كل طفل بطريقته. لما يبقى عندك طفلين أو أكتر، طبيعي جدا في الأول تتعاملي معاهم بنفس الطريقة، نفس الكلام، نفس الأسلوب، نفس التوقعات. وبعدين تكتشفي ان ده بيستوعب بسرعة، وده ياخد وقت، ده يحب يجرب، وده يحب يتفرج الأول، ده حساس وده صلب شوية، ده بيستجيب وده لأ، وده هادي وده يتحرك كتير. وتسألي نفسك، أنا بعمل حاجة غلط ولا أنا اللي مقصرة؟ الإجابة ببساطة لأ، انت مش مقصرة، انت بس محتاجة وعي. وعي ان كل طفل له طبيعته وشخصيته وطريقة استقباله للعالم. لما تستوعبي كده، التربية تهدى، الضغط يقل، والعلاقة تتحسن. الأطفال مش نسخ، كل واحد جاي للحياة بطبع مختلف، طريقة يتعلم بيها مختلفة عن غيره، واحتياج مختلف. مش معنى إن واحد هادي وواحد نشيط إن حد فيهم غلط، ولا معنى إن واحد يفهم بسرعة والتاني يتأخر إنك فشلتي. ده اسمه تنوع طبيعي في شخصيات الأطفال. أوضح الفكرة أكتر. واحد، سرعة الاستجابة. هتلاقي طفل تقوليله يلا نلبس يقوم فورا، وطفل تاني يحتاج وقت وتكرار. ده مش عناد، ده اختلاف في سرعة المعالجة والتأقلم. تتعاملي مع الطفل السريع عن طريق إنك تقول الطلب مرة وخليه ينفذ، هتلاقيه هينفذ بسرعة. أما الطفل البطيء، انزلي لسرعته، اديله وقت يتهيأ، وكرري بهدوء. 2، طريقة التعلم. طفل يحب يعمل بإيده، يجرب ويغلط ويتعلم، وطفل تاني يحب يشوفك الأول وبعدين يقلدك. ده مش خوف، ده اختلاف في نمط التعلم. تتعاملي مع الطفل العملي، اديله فرصة يجرب. أما الطفل المراقب، ابدأي انتي، وبعد ما يطمن شجعيه يدخل التجربة. 3، الحساسية العاطفية. طفل لو زعقت له هيعيط ويقفل، وطفل تاني الزعيق مش بيأثر فيه، لكن الكلمة الهادية تحركه. ده مش ضعف ولا عناد، ده اختلاف في الحساسية العصبية. تتعاملي مع الحساس، صوت هادي ولمسة تطمنه. أما الصلب، وضوح وتعليمات بسيطة ونظرة تفاهم. 4، احتياج القرب. طفل محتاج حضن ووجودك جنبه أكتر، وطفل تاني يحب يلعب وحده ويتضايق لو حد قاطع خياله. ده مش تعلق زائد، ده اختلاف في احتياج الاتصال. تتعاملي مع اللي محتاج قرب، عبي رصيده العاطفي، واللي محتاج استقلال احترمي مساحته، بس تخلي بالك مع عدم إهمال الرصيد العاطفي أيضا. 5، طريقة المشاركة والتعبير. في طفل تحسيه عايز يبقى جزء من كل حاجة، يسأل، يجاوب، يشارك، يحكيلك كل اللي عمله في يومه. ده طفل تعبيره الأساسي كلام، وصوته جزء من تفاعله مع العالم. وطفل تاني يحب يسمع الأول، يلاحظ، ياخد وقته قبل ما يشارك، مش لأنه خجول، لكن لأنه محتاج أمان وراحة قبل ما يفتح كلام. تتعاملي مع الطفل اللي يحب المشاركة، اسمعيه، اديله مساحة يعبر. والطفل اللي بيلاحظ، ما تضغطيش عليه يتكلم، وخليه يعرف إن وجوده متشاف حتى لو ساكت. 6، سرعة الإنجاز ولا دقة الإنجاز. في طفل يحل الواجب في 10 دقايق، سريع وحيوي يحب ينجز ويخلص. وفي طفل تاني ياخد ساعة كاملة، مش لأنه بطيء، لكن لأنه دقيق، يحب يراجع ويتأكد ويخطط قبل ما يكتب.
التعامل معاه السريع، علميه يراجع شغله بعد ما يخلص. أما الطفل الدقيق، اسندي طريقته وأكدي على تركيزه بدل ما تقوليله ليه بتتأخر. 7. حب الروتين ولا حب التغيير؟ هتلاقي طفل يحب الروتين، ياكل أكل معين نفس الوقت نفس الترتيب، تغيير بسيط يعمله توتر، وده طبيعي لأن طفل يستمد أمانه من التوقع والثبات. وفي طفل تاني لو كل يوم أكل نفس الأكل يزهق، لو نفس الجدول يعترض، عايز حاجات جديدة وتجارب مختلفة. تتعاملي مع محب الروتين، ثبتيله جزء من يومه وقدمي التغيير تدريجيا. أما محب التغيير، بديله الأنشطة واديله مساحة يجرب ويختار. والوقت قبل ما نعرف ازاي يتعامل معاهم، في الحلقة اللي فاتت شرحنا ازاي اعرف طبيعة طفلي، ممكن تشوفيها. لحظة وعي، ازاي اتعامل وانا عندي اكتر من طفل. 1. شوف الطفل مش التشابه. اسألي نفسك، الطفل ده بيستجيب لإيه؟ بيحتاج إيه؟ بيريحه إيه؟ مش سؤالنا ليه مش زي أخوه، ليه مش زي أختها، ليه مش زي بعض. 2. قسمي مشاعرك، الضغط مش من الأطفال، الضغط من توقع إن كلهم لازم يمشوا على نفس الطريقة. لما نقبل الاختلاف بيتحول البيت لهدوء. 3. ثبتي القواعد وغيري الأسلوب. القواعد واحدة لكن الطريقة اللي بتوصلي بيها مختلفة. كلهم لازم يلبسوا قبل ما يخرجوا، لكن واحد هتقولي له مرة وواحد هتعد معاه خطوة بخطوة. 4. ادوا كل واحد لغته. في طفل لغته الكلام، وطفل لغته اللمس، وطفل لغته المشاركة، وطفل لغته اللعب. لما تعرفي لغة كل طفل، علاقته بيكي هتتغير وهتتحسن. 5. اقبلي التوقيتات المختلفة. هتلاقي واحد يمشي بدري وواحد متأخر، بس في الآخر كلهم هيوصلوا. المهم تمشي معاهم على مهل. لحظة هدوء، مش مهم يكونوا شبه بعض، المهم ان كل واحد فيهم يحس انك شايفاه. الوعي ده مش يخلي التربية اسهل، لكن يخليها اهدى واقرب وانضج. وتربية على مهل مش شعار، دي طريقة نعيش بيها مع اولادنا بدون مقارنة ولا ضغط، بطريقة تحترم اختلافهم وتحتويهم وتكبرهم. وتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن رعاية البيت تربية الأولاد بمحبة ووعي. فشكرا على كل لحظة تقدميها في رعاية الأطفال وفي تربيتهم. اشتركي في القناة ليصلك كل جديد بإذن الله، وشاركي في التعليقات كيف تتعاملين مع